اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبايبي اخباركم ايه؟ انا ولا عزت ورجعت لكم بفيديو جديد. طبعا كلنا عارفين شم النسيم قرب. شم النسيم بيحب الناس تعمل فيه فطاير ومعجنات باشكال مختلفه. فالنهارده هنعمل نوعين فطير حلو وحادق، بس بعجينه مختلفه. هو مش فطير مشلتت خالص عشان بس نبقى متفقين. خلاص. واحده منهم انا كنت عملتها معاكم قبل كده. كان اسمها بنت الصحن. بنت الصحن دي نوع من انواع الفطاير كده بس اليمني. تمام، انا هستخدم نفس العجينه دي، هعمل بيها بنت الصحن العاديه خالص اليمنيه، وهعمل من نفس العجينه واحده تانية حادقه. تمام كده. تعالوا نشوف المقادير هتبقى عامله ازاي. اول حاجه انا معايا 3 بيضات أهو زي ما احنا شايفين. خلاص. وجايبه الدقيق 8 كوبايات عشان هعمل بيهم، انا هعمل الفطيرتين هعجنهم مع بعض، يعني اللي عايز يعمل واحده بس منهم يقسم المقادير نصين. الثلاث بيضات انا خدت منهم بيضتين كاملين، وهاخد بياض واحدة بس دي للعجين. الصفار هسيبه لدهان الوش، صفار بيضة واحدة. هفصل بقى صفار البيضة الأخيرة عن البياض. طبعا في حاجات كتير، الناس اللي ما بتعرفش تفصل البيض عن الصفار، في أدوات كتير يعني عند المحلات بتاعت الأدوات المنزلية ممكن تفصلي بيها الصفار على البياض بكل سهولة، زي الأداة اللي أنا بستخدمها دلوقتي دي. تمام تمام كده. اللي مش حابب يدهن الوش بصفار البيضة مش مشكلة، أنا شايفة الخطوة دي ملهاش لازمة، وممكن نستخدم البيض كامل في الوصفة. ممكن نحط الصفار كمان عادي، مفيش مشكلة خالص. خلاص. طبعا البيض بيحتاج فانيليا. ميزة بقى الفطاير دي مش زي الفطير المشلتت بتشد كده او ليها عرق كده، لا، بتحس ان هي وانتي بتاكليها كده دايبة كده، مش يعني وبتقطم بسرعة، مش بتشد معاكي العجين. هحط عليه كمان ايه، هحط عليه معلقة سكر كبيرة، ومعلقة ملح كبيرة، وكمان معلقتين لبن بودرة كبار. خلاص. ومسيحة انا زبدة او سمنة بلدي زي ما انت عايزة. بس دي كانت زبدة مسيحة 8 معالق كبار زبدة. دول الفطرتين يا جماعة، دي مقادير الفطرتين. هرجع واقول تاني، عايزة تعملي فطيرة واحدة اقسمي المقادير نصين. ومجهزة معايا كمان حوالي 3 كوبايات مية، بس هاخد منهم كوباية ونص، وطبعا مش هكمل بقية المقدار، هحط المية شوية شوية وانا بعجن. وعملت ده المقدار السائل بحيث ان انا اعرف اعجن بيه، بقلبه مع بعضه وبخلطه كويس. مجهزة معايا برضو 8 كوبايات دقيق. طبعا المقادير وكل حاجة دي انا بسيبها لك في صندوق الوصف. هبتدي بقى اخلط كده اللي هو السائل مع المقادير الجافة. ما فيهاش خميرة، ما فيهاش بيكنج باودر، ما فيهاش اي حاجة من دي عشان نبقى عارفين برضو. هبتدي اخلط كده، وابتدي طبعا اضيف من المية اللي انا مجهزاها. ممكن ما اخدش مقدار المية كله، وانا فعلا ما اخدتش في العجين مقدار المية كله. ابتدي اضيف مية على قد ما انا عايزة، تطلع معايا عجينة كده بتلم نفسها وحلوة. شايفين اهي كده خلصتها. هركنها بقى لحد لما تتخمر حوالي ساعة. بقول لكم ان انا ما استخدمتش مقدار المية كله. بعد بقى الساعة ببتدي بقى ايه اجيبها عشان اشكلها. طبعا هقسم العجينة قلنا على جزئين، جزء حادق وجزء حلو على فطرتين. الصينية اللي انا مستخدماها للخبز دي صينية كبيرة، يعني حوالي 45 سنتي، القطر بتاعها كبيرة جدا. خدت نص كده كورة، وخدت كورة تانية، بحاول اخليهم قد بعض. كل كورة من دول هقسمها على 9 كرات صغيرة. طبعا انتي على حسب قطر الصينية اللي عندك. اولا هو الكرات بعد لما بفردها ما بتبقاش رقيقة قوي زي الفطير المشلتت، بتبقى تخينة شوية فيها سمك شوية، عشان تبقي برضو عارفة النقطة دي. مش برقه قوي زي الفطير المشلتت. انا كده قسمتها 9 كرات الفطيرة الواحدة. بكون في الوقت ده مجهزة برضو زبدة جنبي او سمنة بلدي، هدهن بيها الطبقات ما بين ايه الرقاقات، طبقات الفطير يعني.
انا كده خلصت المقدار كله بتاع الفطيرتين، 9 كرات هنا و9 كرات هنا. هبتدي اجيب الصينيه بتاعتي، هدهنها زبده، وابتدي بقى افرد كوره كوره. زي ما قلت لكم الصينيه دي مقاسها كبير، القطر بتاعها حوالي 45 سنتي، يعني صينيه كبيره جدا بتاعت خبز. لو احنا عايزه اعمل في صواني اصغر شويه بقلل الكميه شويه، او بقلل الكوره لو انت عايزه طبقاتها اكتر. هبتدي بقى افرد واحده واحده. هي سهله الموضوع خالص خالص خالص، مش بياخد وقت على فكره. هو الكونتر بس برش دي، وطالما هي يعني سبتها ترتاح كويس هتفرد معايا بكل سهوله. هتنيني افرد بقى كده واحاول اشد برضو الاطراف. وزي ما قلنا برضو هرجع اقولك ان هي ما بتبقاش رقيقه قوي الطبقات، يبقى فيها يعني سمكه شويه عن الفطير المشلتت. انا حاولت ما اسرعش الفيديو عشان تشوفي انا عملت فيها ايه. كده انا فردتها اهي. لو اتقطعت مني في حته ولا اي حاجه مفيش مشكله، وابتدي احطها في الصينيه بتاعتي. مجرد ما باحطها باحاول اشدها كده بتنط معايا بتتفرد مفيش مشكلة، لحد ما توصل لحواف الصينية. وطبعا زي ما احنا متعودين بندهن ما بين كل طبقة وطبقة زبدة او سمنة بلدي زي ما قلنا. هخلص بقى كل الطبقات بالشكل ده. تمام. بس في الفطيرة الحلوة بعد ما بدهن طبقة طبقة زبدة برش رشة حبة البركة، وهتشوفيها في الفيديو دلوقتي. رش رشة بسيطة كده حبة البركة. هي بتتعمل كده بنت الصحن في اليمن بتتعمل كده. لو انتي مش حابة تضيفي حبة البركة برضو براحتك. بعد ما خلصت كل الطبقات بتاعة الفطيرة الأولانية وحطيت ما بينهم زبدة وحبة البركة، آخر طبقة خالص بدهنها بقى ايه بصفار البيضة اللي كان مركون على جنب. طبعا الخطوة دي ممكن استغنى عنها واسيبها تخش تتحمر وتبقى زي الفل لو انتي مش حابة تدهني الصفار ده. طبعا صفار البيض ده ببقى حاطة عليه فانيليا برضو، واديت رشة كده ايه حبة البركة. تمام. الفطيرة دي في الآخر بتتسقي المفروض عسل أبيض، بس احنا طبعا نستغنى عنه ونسقيه شربات كنافة عادي خالص مفيش مشكلة. الفطيرة التانية عملتها بنفس الكلام، اهو انا بس يعني فردت 5 طبقات وسبت 4، بس ما حطيتش ما بينهم حبة البركة. تمام. يبقى الفطيرة الحادقة دي بقى فردت انا الطبقات كلها، احنا خلصنا كده الحلو. هتقولي الحادقة بعد ما فردت 5 طبقات بنفس الطريقة، حطيت الحشوة بقى الحادقة اللي انا حباها زي بتاعة البيتزا بالظبط او الفطيرة الشرقي. انا كنت حاطة طماطم وفلفل وسلامي. حابة بقى تحطي زيتون، الحشوة اللي انت حباها، جبن بقى اللي انت عايزاها برضو. يبقى احنا عملنا الحلو وخلصناه، وعملنا الحدقة لحد نص مقدار العجينة اللي عندي او الطبقات اللي عندي، وبعدين حطيت الحشوة، وبعدين هكمل النص التاني من الطبقات عشان بس ما تتوهيش مني. بصراحة انا اول مرة اجربها بالطريقة دي اللي هي الحدقة دي، بس طلعت حلوة جدا. حلوة حلوة يعني. كنت قلقانة منها شوية، بس هي العجينة بتاعتها حلوة. ولا هو فطير مشلتت ولا هو فطير شرقي، خلي بالكوا يعني. وهبتدي افرد بقى الاربع طبقات الباقيين واحطهم برضو عليها اهي برضو. احاول اوصلها الاطراف على قد ما اقدر.
وادهن برضو الزبدة بتاعتي. كده خلاص انا خلصت الفطيرتين. الاولانيه اللي كان عليها حبه البركه، وفي برضو ما بين الطبقات حبه البركه دي الحلو. الحادق انا حطيت لها حشوه بس في النص. ده الفرق ما بينهم. هبتدي بقى ادي الحدقه على الوش كده جبنه. ممكن طبعا الخطوه دي استغنى عنها، بس انا قلت عشان تدي شكل مختلف. وكمان كنت مجهزه سمسم، هرش برضو رشه على الوش كده. بس وكده هيدخلوا الفرن. تمام كده. تمام كده، دي الحدقه والتانيه الحلو. ندخلهم بقى الفرن. بجد حلوين، جربوهم. ينفعوا الأيام الجاية دي. وطبعا الولاد بتزهق بقى من الطبيخ والكلام ده كله، فان احنا ايه نغير بقى. دي الحلوة اهي طلعت واحمرت. هكون انا مجهزة شربات زي بتاع الكنافة، واصبه على وشها. ممكن كمان اقطعها الاول وبعدين اسقيها عشان تتشرب كويس. هي جميلة جدا ودايبة، وبصوا حلوة بجد. ومن الحلويات اللي هي السهلة، يعني ساعات انا بعمل بس دي اللي هي الحلوة دي بس في اي يوم كده كصنف حلو. والحدقة برضو هي طلعت بجد خطيرة جدا برضو. هوريكم بقى ده بعد ما قطعناهم. دي الحلوة اهي، وشوفوا الطبقات بقى بتاعتها جميلة ازاي وسهلة. ممكن نعملهم في يوم غدا، واحدة نتغدى بيها والتانية نحلي بيها. هو ده فعلا اللي انا عملته يعني. تمام. هوريكم كمان الحدقة من جوه عاملة ازاي. بصوا بقى الجبنة سايحة. جبنة سايحة وملزقة الطبقات في بعضها. فعشان كده مش عارفة اوريكم الحشو، بس هوريها لكم دلوقتي اهي. يلا بقى جربوهم وقولوا لي رأيكم ايه.